السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للقناة لنشر المزيد من الأخبار. المنتخب العراقي. مدرب الزوراء المصري حسام البدري. اللاعب المصري أفضل من اللاعب العراقي، إذ أن اللاعب العراقي ينقصه الاحتراف. نادي جنوى الإيطالي في مفاوضات للتعاقد مع العراقي باقر عامر لضمه في الانتقالات الشتوية القادمة. يذكر أن باقر عامر حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري السويدي للشباب بعد مساهمة ب31 هدف. المحلل الفني بسام رؤوف. لماذا نلجئ لما يسمى بالحرس القديم بالمنتخب ولدينا مواهب شابة مثل محمد قاسم وبيتر كوركيس؟ إدارة القوة الجوية تقرر إقالة المدرب وسام رزق والاتفاق مع المدرب لؤي صلاح. الزوراء يسعى لضم الموهبة الكويتية محمد دحام لصفوفه. خليجي 26. كاساس ينتظر ردا من الأندية العراقية ويحضر لخطة بديلة. خبر منقول. بغداد. روافد نيوز ينتظر الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي ردا من الأندية العراقية قبل الإعلان عن قائمة أسود الرافدين للمشاركة في بطولة كأس الخليج خليجي 26 في الكويت. ويستعد المنتخب العراقي للمشاركة في بطولة كأس الخليج خليجي 26 في الكويت، إذ ستنطلق البطولة في 21 من شهر ديسمبر كانون الأول الحالي، وتنتهي في 3 من شهر يناير كانون الثاني المقبل من العام 2025. واتفق الاتحاد العراقي لكرة القدم مع المدرب كاساس على أن يقوم باستدعاء لاعبين فقط من كل ناد في دوري نجوم العراق، وذلك من أجل ضمان استمرار منافسات البطولة في شهر ديسمبر كانون الأول الحالي أثناء فترة مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج خليجي 26 في الكويت. وقد وافق المدرب الإسباني على مقترح الاتحاد العراقي، وأكد ضرورة استمرار منافسات دوري نجوم العراق وعدم توقفه مجددا. وفي ذات الوقت وجه دعوات إلى عدد من اللاعبين في الأندية العراقية من أجل ضمهم إلى قائمة أسود الرافدين في كأس الخليج، حيث ستكون الأولوية لعدد كبير منهم. كاساس يحضر لخطة بديلة تحسبا لأي طارئ، لكن المدرب لا يزال ينتظر رد الأندية العراقية بتفريغ اللاعبين الذين طلبهم خلال فترة بطولة كأس الخليج ومرحلة الإعداد التي تسبقها، والتي ستشهد الدخول في معسكر تدريبي في الدوحة في 13 من الشهر الحالي، إذ سيمنح الأندية فترة تمتد لغاية نهاية الأسبوع الحالي ليعلن بعدها عن القائمة النهائية المشاركة في البطولة. ويمتلك المدرب عدة خيارات أخرى يرغب في اللجوء إليها في قائمة المنتخب العراقي، خصوصا بعض اللاعبين المغتربين في الخارج والذين لم تتح لهم الفرصة للعب مع الفريق العراقي. لكن المدرب يرغب أولا بمنح الفرصة للاعبي دوري نجوم العراق، وفي حال رفضت الأندية تفريغ البعض منهم فإن كاساس سيلجأ إلى البدائل بحسب وين. وأوقعت قرعة كأس الخليج المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن، حيث سيواجه المنتخب اليمني في 22 من شهر ديسمبر كانون الأول الحالي، على أن يقابل المنتخب البحريني في 25 من الشهر ذاته ليختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية في 28 من ذات الشهر. شارك ضرغام إسماعيل المحترف العراقي مع فريق الخالدية البحريني في مواجهة فريق التينيسير ضمن بطولة دوري أبطال آسيا. مدة اللعب لعب 90 دقيقة كاملة. المساهمة قام بصنع هدفين خلال المباراة. التقييم حصل على تقييم 9 من 10 بناء على أدائه المتميز. هل يستحق ضرغام إسماعيل العودة إلى المنتخب الوطني؟ تمتلك عدة قنوات رياضية حقوق بث بطولة خليجي 26، وهي بطولة مهمة ينتظرها العديد من عشاق كرة القدم في الوطن العربي. القنوات التي حصلت على حقوق البث تشمل: 1. قنوات الكأس المعروفة بتقديمها تغطية شاملة للبطولات الرياضية. 2. قناة الكويت الرياضية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في الكويت وخارجها. 3. عمان الرياضية التي تسعى دائما لتقديم المحتوى الرياضي المتميز. 4. أبو ظبي الرياضية، وهي قناة رائدة في نقل الأحداث الرياضية الكبرى. 5. دبي الرياضية التي تشتهر بتقديمها لمباريات حصرية وتحليلات رياضية مميزة. 6. SSC السعودية
التي تبرز كوجهة رئيسية للمشاهدين في المملكة العربية السعودية. نود أن نؤكد أنه في حالة حدوث أي تغييرات في حقوق البث أو أي معلومات جديدة تتعلق بالبطولة، سنقوم بإبلاغكم بذلك في أقرب وقت ممكن. جماهير القوة الجوية، هل أنت مع بقاء المدرب وسام رزق مع النادي؟ خاص. تقرير سلبي لدى الاتحاد الآسيوي من مشرفي مباريات الشرطة والقوة الجوية من ناحية جودة أرضية الملاعب والخدمات. أعلن المدرب القطري وسام رزق عن فك ارتباطه بنادي القوة الجوية، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام التعاون السعودي. وفي سياق متصل، من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة توقيع عقد لتسمية المدرب لؤي صلاح مدربا لفريق الصقور، مما يعكس رغبة النادي في إعادة ترتيب صفوفه وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. خاص. حصل اللاعب إبراهيم بايش على موافقة ناديه السعودي للمشاركة في بطولة خليجي 26، وسيلتحق بالمنتخب الوطني بعد انتهاء مباراة اليمن المقررة في 20 من هذا الشهر. خاص. إدارة القوة الجوية تكمل اتفاقها مع المدافع الصربي إيفانوفيتش والمهاجم الصربي زوران من أجل تمثيل الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. الميناء يضرب أربيل بثلاثية نظيفة في الجولة 10 من دوري نجوم العراق. المعلق التونسي رؤوف خليف يفسخ عقده مع قناة الرابعة الرياضية العراقية ويتعاقد مع قناة دبي الرياضية. الكابتن حمزة هادي في تصريح له: خلي كاساس يجيب لنا لاعبين محترفين من الدرجة الثانية أو الثالثة، ولا هذول اللاعبين اللي بسببهم تصير لجلطة. هل تتفق مع كلام الكابتن حمزة هادي؟ وأخيرا تصريح إيجابي للسيد راضي. صرح المدرب راضي شنيشل خلال استضافته في برنامج كورة بعدم جواز خلق الأعذار للمنتخب الوطني، سواء من قبل المدرب أو اللاعبين، وذلك بعد كل الدعم الذي تلقته أسود الرافدين في هذه التصفيات. وأضاف شنيشل أن المنتخب العراقي يعد الأفضل بين جميع المنتخبات المشاركة باستثناء المنتخب الكوري، مما يعكس ثقته في إمكانيات الفريق وقدرته على تحقيق النجاح في المنافسات القادمة. بعد أن أضاع ركلتي جزاء الزوراء، يتعادل سلبيا مع نفط البصرة في الجولة 10 من دوري نجوم العراق. مدرب القوة الجوية وسام رزق: بالنسبة لنا كخليجيين بطولة الخليج أهم من كأس العالم. ليس لدي تعقيب حول ما يثار بالتواصل الاجتماعي بخصوص لاعبي الفريق. الله يوفق المنتخب في البطولة ويوفقنا. نادي الزوراء اهدر 3 ركلات جزاء في مباراة نفط البصرة. علي يوسف أضاع الركلة الأولى، تم إعادة الضربة وأضاعها علي يوسف أيضا. إبراهيم غازي أضاع ضربة الجزاء الأخرى.